أحلى صينية رقاق للعيد. أول وصفة من وصفات العيد هنعملها مع بعض وهيطلع مقرمش ومورق وخطير. أول حاجة في الحلة على النار هحط بصلاية كبيرة وهقلبها شوية. أول ما لونها يبدأ يغير هضيف عليها فصين من الثوم، وكمان هنضيف اللحمة المفرومة والتوابل، وهكتبها لكم كلها تحت الفيديو. هنبدأ نقلب كل ده مع بعضه، وبحب اضيف جزر وكمان فلفل حار ده اختياري، ومعلقه من صلصه الطماطم، وهنقلب كل الخليط الحلو ده مع بعضه. وكده خلاص استوى، هسيبه على جنب. وللرقاق محضره هنا صينيه كبيره هنبدأ ندهنها بالسمنة من كل الجهات. وأول واحدة من الرقاق هسيبها زي ما هي، مش هقطعها، هسيب الجوانب بتاعتها والباقي هقطعه على حجم الصينية. واستخدمت النهاردة الرقاق الطري. وطبعا بين كل طبقة والتانية هنبدأ ندهن بالسمنة زي ما انتوا شايفين. أنا استخدمت حوالي من 5 ل6 طبقات. وبعد اول 5 طبقات هبدأ ارص اللحمة المفرومة. حاولوا ما تجيبوهاش على الجوانب قوي. وبعد كده نعمل 5 طبقات تانيين، وبرده بين كل رقاقة والتانية هندهن بالسمنة. وهنقطع الصينية بتاعتنا بالأحجام والأشكال اللي تعجبنا. وهنا معايا كوباية من الشوربة أو المرقة، عليها نص كوباية من الكريمة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلبهم واحطهم على الصينية بتاعتنا ونوزعها كويس. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تحمر وتاخد لون حلو. جربوها هتحبوها.